السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. معاكم فيديو جديد. النهاردة هنعمل قرص بقى الطرية الملتوتة. الشتاء بقى، احنا في الشتاء بقى، والشتاء دخل اهو، احنا في شهر 12 اهو. نعمل شوية قرص تدفينا بقى في الشتاء كده ايه، او يبقى طعمة وجميلة كده على فكرة، تفطروا بيها تتعشوا بيها، تبقى حاجة خفيفة في البيت يعني. انا هعمل كيلو بس النهاردة، هعمل كيلو واحد بس قدامكم اوريهولكم. ده كيلو دقيق، كيلو اللي هو بيبقى المغلف، اللي هو بيبقى الجميع المخبوزات ده، بنخله الاول. وعلى فكره لازم يتنخل قوي، يعني لازم يتنخل الاول عشان بيبقى احلى، بيبقى الرطوبه خارجه منه كده، بيبقى مفرفر زي ما انتم شايفينه كده. وممكن عشان لو مركون ولا حاجه فلازم يتنخل، يبقى الافضل جدا يعني لازم يتنخل. دي رشه ملح و3 معالق سكر، وده كيس لبن بودره. ده كله مقدار على كيلو يا جماعه، كيس لبن بودره ومعلقتين سكر، معلقتين 3 يعني، من 2 ل3. وده كيس ايه، بسم الله ما صلى على النبي، كيس خميره فوريه. كيلو دقيق، ذره ملح، حاجه بسيطه كده، طرف معلقه صغيره، و3 معالق سكر من معلقتين ل3 يعني. كيس خميره كامل، وكيس لبن نيدو. بتقلبي كده الحاجات الجافه كلها. على فكرة ممكن في طريقة تانية، ممكن تزودي مع المحتويات دي زبادي، لو عايزاها طريقة برضو اكتر من زبادي ممكن تحطي مع الحاجات دي برضو زبادي. انا كده زودت معلقة سكر كمان على المعلقتين اللي انا حطيتهم، بقوا 3 معالق سكر بس يا لولو. ودي بقى ايه، نص كوباية زيت او 3/4 كوباية زيت بس يا لولو، 3/4 كوباية زيت. دي سمنه يا جماعه بقى، برضو نص كوبايه سمنه على 3/4 كوبايه زيت، او ممكن تعكسي 3/4 كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت. تقلبي بقى كده تقليبه حلوه. انت بتقلبوها كده بالمعلقه كده، اي تقليبه كده بسيطه، وبعد كده بتبسي بايديك، بس مش زي الكحك يعني، لا. هتشوفي دلوقتي بتبسيها، هتلمي العجينه بقى معاك. هتحطي بقى دلوقتي اللبن، وعلى فكره ممكن تشيلي اللبن، انت كده كده حاطه جواها لبن، وتحطي ميه دافيه كده. انا حطيت لبن المره دي، انا حطيت لبن لاني عملتها كذا مره. في مره حطيت بقى على المحتويات اللي انتوا شايفينها دي علبه زبادي، وبدل اللبن ميه. ولو موجود ده او ده عادي مش مشكله. بقى القرص دي بالذات بقى ايه، عايزه تخدميها اخدميها. عندك قشطه حطي، عندك ايه تاني، اللبن بدل ميه عايزه تحطي حطي، مش مشكله يعني. كل كده كل حاجه دي اساسا حاجات ايه، بتحلي طعم القرصه. كده كده هتحلي طعمها يعني. لو عندك الحاجات دي، وش اللبن، الحاجات دي كلها ايه، بتحلي، بتديها ريق حلو يعني، طعمها بيبقى جميل قوي. بتبسيها زي ما انت شايفاها كده اهي. ايه، بتلمي المحتويات على بعض، يتشربوا كلهم من بعض. اهو انتوا شايفين كده. ده تقريبا خد نص كيلو لبن، يعني كوبايتين ونص. هتشوفي دلوقتي بقى ايه ملمس العجينه هتبقى عامله ايه دلوقتي. بتبسي البس ده كده لحد ما تلمي معاكي اهي كده، اتلمت. ده على فكره كان كيلو يا جماعه، كيلو الا كوبايه صغيره. قلت بس ايه، لا تطلع مني طريه ولا حاجه ابقى ازودها. ده كيلو الا كوبايه صغيره خالص، او نص كوبايه شاي صغيره خالص دي. شايفين العجينه طريه ازاي في ايدك، حلوه طريه يعني، تمسكيها تعرفي تعجنيها اهي. شايفه، وبتحطيها ما تشققش ولا طريه اهي، حلوه ازاي. انا سبتها حوالي شويه يعني ايه، يعني بتبقى مش كتير على فكره يعني. القرص الملتوته دي ما بتتخمرش كتير، قولي ربع ساعه يا ستي. لو انت حتى كل ما تسيبيها اكتر بيبقى حلوه، مش مشكله يعني. لو في ايدك حاجه بسيطه كده اعمليها، وارجعي بقى ايه
حطيها في مكان دافي كده وغطيها قيمة كبيرة نص ساعة يعني. ده بلح عجوة يا جماعة، ده بلح عجوة جاهز بس من نوع نضيف جدا يعني على فكرة، نوع حلو قوي. تقطعيه قطع صغيرة كده وتحطي عليه معلقة سمنة. انا طبعا ما لحقتش، انا كنت عايزة ايه اعمله في بعض كده، بس قلت مش مشكلة، خدت حتت كعورت حتت زي ما انتوا شايفيننا كده. عايزة تحطي عجوة، عايزة مش عايزة، عايزاها سادة براحتك على حسب اللي بيحبوه بقى. اهي قدامك كده اهي، شايفين؟ اهي بتاخدي بقى الكميه. انا حبيت اعملها كبيره على فكره، انا عاملاها كبيره. تاخدي بقى ايه حته العجوه وتحطيها ايه جوه القرصه. انا هرستها بايدي انا بقى ايه، لكن ما جهزتهاش قبل ما اعمل يعني، حقيقتي كنت اجهزها قبليها يعني اظبط، بس صراحه لا، قطعتها على طول وانا بصور معاكم. اهي بتحطي العجوه وتبسيها زي ما وتطبطبي عليها، تبططيها كده زي ما انت شفتيها. اعملوا بقى الاحجام اللي انتوا عايزينها. حطيها بقى في صاج في صينيه، بس على فكره ما بيبقاش مدهون، الصاج او الصينيه مش مدهونين، بس تكوني مولعه. ما تنسيش بقى الفرن قبل ايه، مولعه الفرن البوتاجاز قبل ما تدخليها يعني ايه، وانت قاعده بتقطعي كده تكوني ايه مدفياه، لازم يكون سخن كده دافي. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. نفس الطريقه هي دي كده. تاخدي العجوه بقى، عايزه تعمليها ساده باي حاجه، اي حشو عندك انت بقى حباه، بس هي صراحه بتبقى هي العجوه حلوه في القرص بالذات الملفوته دي، يا اما ساده. انا على فكره عملتها كانت جميله يعني، والا بقى ما تعملوا الطريقه اللي هي بتحطي بقى فوق الحاجات اللي انا حطيتها دي علبه زبادي، وممكن برضو ايه تعجنوها بالميه يا جماعه، اللبن مش شرط، الحاجات دي حاجه كده من عندك بقى قشطه وش اللبن ولا حاجه عايزه تحطي حطي يعني. كل ما تخدميها اكتر في الحاجات دي بيبقى طعمها ورقها جميل وبيبقى طعمها حلو قوي. يا لولا لولا اتجننت. على فكرة الكيلو والله بيعمل كمية حلوة برضو يعني، حوالي 22 من 21 ل 22، بس أنا عشان عاملاها كبيرة، أنا عاملاها كبيرة كده بتاعت الناس اللي هم بتوع زمان بقى يعملوها يكبروها كده. دي بقى أنا هعمل المنين الصغنون ده اللي إيه اللي بيعملوه ده، بتفردي حتة عجينة وتروحي حاطة فيها عجوة وتتنيها على بعض وتقطعيها اهي زي ما هتشوفوها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اهو. على فكره هي بتتحط في الصينيه كده من غير لا سمنه ولا زيت في الصينيه ولا تدهني وشها اي حاجه، هي بتتحط كده على طول في الايه في الفرن، يا دوبك ترصي في الصينيه، وبعديها برده ممكن بعد ما تعمليها وتسيبيها في الصينيه تسيبيها برده تخمر، قولي رباعيه كده تريح زي ما بيقولوا، مش تخمر بقى لا تريح شويه. دي عملتها ساده قرقوشه بقى اللي بيسموها ريش، بيسموها منين ده ايه ده كيلو اهو على فكره يا جماعه، ده كيلو طلعوا 3 صواني دول، بس انا مكبراه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الحجم قد ايه؟ جربوه على فكره هتعجبوا، جربوا ان شاء الله كيلو، بس اهم حاجه ما تنسوش الفرن يبقى سخن قبل ما تحطوه، تولعوا الاول من تحت وبعد كده تاخدوا بالكم عشان البتاع في القرص دي بتتلسع بسرعه، تولعوا من تحت وبعد كده اما تشوفوا تحت استوى تدفوا وتولعي من فوق. اهي دي القرص بقى انا سويتها زي ما قلت لكم كده، ولعت من تحت الاول وبعد كده ايه طفيت وولعت من فوق اهي، اول ما تطلع ترشيها ميه بالبخاخ اهي، ترشي كده بالبخاخ شايفين، دي اللي بتطريها بقى يا جماعه، وتغطيها رشي ميه وغطيها
اهي شايفين اهي. هي كام واحده اتلسعت مني برضو، بس ايه تمام برضو اهي. شايفين مفرغه وجميله ازاي. استوت وبقت حلوه وجميله اهي. دي اللي اتلسعت مني بقى يا جماعه. بس ما تستوش على الفرن عشان القرص دي بتستوي بسرعه على فكره، يعني خدوا بالكم شويه من موضوع الفرن. كيلو القرص اهو طلع حوالي معايا 22 واحده بالحجم اللي انتوا شايفينه. كمان ممكن انتوا تصغروه على فكره يديكم كميه اكبر. اهو شايفين. ترشي، ما تنسيش تطلع من الفرن ترشيها رشاش كده بالبخاخ زي ما شفتي وتغطيها. ادي كيلو الكحك اهو. ده غير احنا كلنا على فكره، احنا صورنا لكم بعد ما كلنا. وده اتلسعت مني، مش فاكره، كنت نسيت دخلت البلكونه ونسيت الفرن. سهله وبسيطه على فكره، وتتعمل في الشتاء ده بتبقى جميله. انا كانت امي الله يرحمها بتعملها في الشتاء بتبقى جميله تحفه. هي قرص الشتاء بتبقى حلوه جميله. شايفين اهي. جميله والله. هتعملوها على فكره ان شاء الله وهتنجحوا فيها وهتبقى جميله على فكره. انا ما كنتش ليا حظ فيها خالص، بس الحمد لله بقى مره على مره لحد ما ايه طلعت معايا جميله. بقت تعجبني صراحه. الاول كنت بعملها بتطلع معايا ناشفه قوي. العجوه والقرصه شايفين حلوه ازاي. هي واحده يا دوبك فطار، انا لان عاملاها كبيره واحده تلكم. ايام الشتاء بقى عايزه بقى قرصايه كده وكوبايه شاي بالدنيا وما فيها. يلا اقول لكم بقى اشوفكم على خير، واتمنى انكم تجربوه. يلا مع السلامه، اشوفكم على خير، باي باي.